السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنشارك معاكم وصفة السمسة بطريقة تقليدية، تجي منفخة ومنبلة ومقرمشة. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، وإن شاء الله ديروا لي أبوني جيم فضلا وليس أمرا. حنبداو على بركة الله. عندنا 6 كيلات فرينة، أني كيلتهم بعد الكاس وراني نصير فيهم كل كاس أني نكيلو راني نصير فيه. هنايا لازم نختاروا تكون الفرينة تاعنا ذو نوعية جيدة. هادوك 6 كيلات ما خذاوليش كامل الباكيت الفرينة، خلوا لي منه شوفوا واحد 200 غرام. هنايا عندي هنا لافاني وقرصة تاع الملح باش تعزز لنا النكهة، والقرصة تاع الملح تبي تخرج لنا النكهات. هنا عندي كيلة تاع السمن، وهذه شوية هي زبدة ذايبة نديروها باش تعطينا هذاك التنبال، والسمن يعطينا يخليها لنا مدة طويلة. ندخلوها لدام مليح ما بين يدينا في الفرينة، مليح مليح حتى نتحصلوا على هذه النتيجة. لازم هذيك الفرينة تشرب كامل هذوك الليدام اللي درناهم. وهنا نقعدوا نلموا فيها بالمزهر فقط. نعرفوا كامل باللي المزهر راهو يجي خفيف ماهوش يجي كيما بكري، نديروا له غير المزهر وحده ويجينا مليح، ما ديروش الماء. هنا هاي العجينة ليكم كيف خرجت لي، ما هي شد يبسة ما هي طرية، شادة روحها مليحة. هنا خلوها في كيس بلاستيكي مدة 10 دقائق بين من نوجدوا الحشو. عندي رطل اللوز، 200 غرام سكر، لافاني ومغرفة صغيرة تاع السمن. هنايا عندي رطل تاع اللوز نخلطوا له 200 غرام تاع السكر، بعد نزيدوا له لافاني ونعاودوا نرحوهم مع بعض. انا هنا خذيت لوز بالقشور باش يعزز لي النكهه. انا رحيتهم مع بعض، انا زدت لهم مغرفه تاع السمن باش تخلي اللوز يشد في الطراوه في القليه. لميتهم بالمزهر بصح ما نردوهمش عجينه، ردوها كشغل مزربع كيما طعام مفتول هكا باش تشد لنا السمسه مده طويله. هنا بعد ما خليتها ريحت نجي نقسمها عشوائي، ندير الى كريات، وهذوك الكريات كل كرايه نشدها نديرها الفويطاج، ما ندير لها التوريق بمساعده بالمايزينا. انا هنا بديت بالكره الاولى، ونفس العمليه راح نديرها في كل الكرات. هنا جبت المايزينا، انا حنحلها هنا بالحلال كما هو موضح في الفيديو. نحلها كامل بالحلال ونعاود نطويها على 3، ونعاود نفتحها ونعاود نطويها على 3، ها موضح وهكا باش تساعدنا تخرج لنا السمسة مورقة، تساعدنا في التوريق وتجينا منفخة منبلة. هذا هو الصح في الأول. ندير لهم كامل هكا، بعد نطويها على 2 ونخبيها في كيس بلاستيكي ونخليها تريح. أنا جبت كرة الثانية ونعاود نكرر نفس العملية. هاني درت لها سرعت في الفيديو باش ما يجيش الفيديو ممل. بعد ما خليت العجينة تريح، أنا جبت الأولى هنايا. أنا دايما بمساعدة المايزينا، أنا عاود حليتها هكا طوليا باش نديرها في الماشينة. هنا أنا عندي الواحد هو اللي عريض، كايني عندها 9 هي اللي عريضة، أنا هنا الواحد هو اللي في الماشينة تاعي هو الكبير. ومن بعد نروح نحلها في 3، ومن بعد نحلها في 5. الخمسة هي اللي موالمة للسمسة، تعطيكم القرماشة، ما تجيش خشينة ما تجيش رقيقة، تجي هايلة. بعد ما حليتها في الرقم 5 أني قطعتها هنايا صغيرة باش نتوما تشوفوا تجيكم سهلة ما تبينكمش حاجة كبيرة. أنا جبت هنايا، أنا هذه الطريقة تاعي اللي نعتمدها، أني حنوريكم 2 طرق. هذه الطريقة الأولى بمساعدة بياض البيض، يعني ندير في كل ما هكا باش ما تنفتحلناش في المقلة ويتشكلنا شكل مثلث وتجينا شابة. شوفي هنايا كيف جات، دايما اكدوا على هذيك لابوينت تجي مثلث. يعني دوك نوريكم الطريقه الثانيه. جبت اللي بقى لي من الاولى، اني حنكيل بها الثانيه باش يخرجوا لنا كامل نفس الشكل نفس الحجم. اني حنقطع بالقطاعه ونوريكم الطريقه الثانيه اللي بزاف الناس معتمدينها يديروا يقطعوا باش يديروا لافاخس. انا لا انا نقطع ندير لافاخس ونلوي باش نقلي، باسكو هذه الصمصه ما تحبش تقعد عريانه، تحب تديريها تقليها، تديري وتتقلي. اني هاي قطعتها هنايا تخرج لنا لي تخاص تاع المثلثات. نديرو في المثلث الثاني هكا المبتدئه باش تعرف
تخرج لها حبة شابة. ديروا في المثلث الثاني، ودائما بمساعدة بياض البيض باش نغلقوا الأطراف باش ما يفتحولناش في المقلاة وتقعد كي تتنفخ ما تنفتحش. وشوفوا دائما أكد على هذاك المثلث. هنايا نكونوا سخنا الزيت على أعلى درجة، ومن بعد نهبطوا لها المتوسط ونعملوا نديروا تيست بهذيك ونشوفوا لا سخنت لنا بزاف نقصوا لها، ولا شفناها مازالت ما سخنتش نستناو. هاني هنايا بعد ما سخنتني درتها في المتوسط، ومن بعد كي نعاودوا نكملوا كامل الحبات اللي درناهم نخلوها طيب على نار قليله، ما نزيدوا لها الصمصه تشد في الطياب، نخلوها على نار قليله ماشي تحمر من برا وتقعد لنا خضراء من الداخل. هذه لازم تنتبهوا لها. أنا وريتكم هنا، أنا وريتكم مقلة الأولى، مقلتكم في الوسط، أنا وريتكم حتى التوالة باللي راهم تنفخوا. شوفي كيف جات منفخة، تجي منبلة، تجي تقرمش، تجي بزاف شبه هذه الصمصة. أنا معتمدتها منذ سنوات، كنت صغيرة كي درتها وتعلمتها. معناتها أي وحدة فيكم أي قادرة ديرها، مش حاجة صعيبة. أنا شوفوا هذه المقلة الأخيرة وتنفخت كامل، جو شابين مقرمشين، جو منبلين. هذيك الزبدة هي اللي تعطينا هذاك التنبال بزاف، جات هايلة. ولازم تطيب على نار قليلة كامل. بعد ما نكملوا هكا 3 حبات نقصوا كامل النار ونخلوها واحدة نقلبوا فيها. شوفوا هنا راني نقلي وندير في الكسكاس يقطروا. ومن بعد هنا هذه العسل انا طيبته في الدار، اي كاينه الوصفه في القناه اللي حب يروح يشوفها. انا طيبته دفيته، ما ديروش سخونه العسل وما ديروهاش بارده تتكسر لكم الحبات. هنا دفيت العسل راني نحطه هنايا في الحبات، عسلوها غير بالعقل هكا. ولازم الصمصه ما تتعسلش كامل، تتعسل وشك حتاكلي هذاك النهار فقط. ما كي تحقيهاش مش حتاكليها نهار اللي حتاكلي عسلي، وتكون ما تزيديش فانيك المزهر. الصمصه ما نديولاش المزهر باسكو المزهر راح يطري لك الصمصه. والتزيين لك اختيار. انا هنا كنت خارجه دايتها ضيفه درت لها البيستاش. تي في دارك تحبي مدي لها والو مدي لها والو، تحبي دي لها الجلجلان زينيها بالجلجلان، لكن الاختيار ما تكلفيش كامل روحك. شوفوا هنا العسل كيف اللون تاعو شباب جاي صفر. كما تعسلي الحبه دي لها البيستاش باش تلصق فيها وتشد فيها. شوفوا هنايا بعد ما كملتهم وزينتهم جاو كامل شابين. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ديري ابوني جيم. سلام.